السلام عليكم. تخيل معايا كده يناير اللي فات الذهب كان بيكسر أرقام قياسية كل يوم ووصل لأعلى مستوى في تاريخه، وبعديه بشهور بسيطة جدا نفس المعدن ده نزل تحت $4000. السؤال اللي كل الناس بتسأله دلوقتي، الذهب خلاص ولا الحكاية لسه في أولها؟ أهلا بيكم في نبض الذهب. متنساش قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا تشترك، تفعل زر الجرس وتدوس لايك. يلا بينا. إزاي الذهب وصل لأعلى مستوى؟ في 2026 أول السنة الدهب كان بيصعد بشكل غير طبيعي خالص، مش صعود هادي وتصحيحات طبيعية، لأ، كان صعود شبه عمودي 10% ورا بعض من غير ما ياخد نفسه. السبب في الأساس 3 حاجات اتجمعوا مع بعض في نفس الوقت: توترات جيوسياسية كبيرة في الشرق الأوسط وصلت إلى إغلاق مضيق هرمز، وده حصل لأول مرة بالشكل ده. أزمة نفطية ضخمة، ونتيجة الأزمة النفطية رفع التضخم العالمي بشكل حاد، وتوقعات إن الدولار الأمريكي هيخفض الفايدة قريب. النتيجة إن الذهب قفز لمستويات محدش كان متخيلها، ولأول مرة والأعلى وصل لأعلى مستوى في تاريخه في نهاية يناير 2026. نقطة التحول، ليه الاتجاه اتقلب؟ هنا يجي السؤال المهم، نفس العوامل اللي رفعت الذهب هي بالظبط بقت نفس سبب نزوله. إزاي؟ بعد ما الأسواق استوعبت الصدمة الأولى من الأزمة بدأت تسأل سؤال تاني: التضخم ده هل هيفضل مرتفع؟ لو فضل مرتفع البنك المركزي الأمريكي هيعمل إيه؟ هنا حصل التحول، وبعد ما الأسواق تفكر في أزمة يبقى لازم نشتري ذهب، بدأت تفكر في تضخم مرتفع يبقى الدولار المحتمل يرفع الفايدة مش بيخفضها. رفع الفايدة هو أقوى عدو للذهب، لأن الذهب معدن مش بيدي عائد. لما تبقى في أدوات تانية بتدي عائد أعلى، المستثمرين ساعتها بيسيبوا الذهب ويتجهوا للدولار والسندات. وفعلا الرئيس الجديد للفدرالي كيفن ووش اللي تولى المنصب في مايو 2026 بدأ يتبنى خطاب أكتر تشدد بخصوص التضخم، وقال بوضوح إن قراراته هتبقى مبنية على البيانات الاقتصادية القادمة، ورفض يدي أي تضمينات مسبقة بخفض الفايدة. طب السؤال اللي احنا المفروض نسأله، هو احنا فين دلوقتي؟ من قمة تاريخية فوق ال $5500 في نهاية يناير، الذهب نزل بشكل حاد جدا ولمس مستويات قريبة من $4000، وقعد فترة يتحرك حواليها صعود وهبوط على حسب كل خبر اقتصادي يطلع. الحركة دي حاجة مش غريبة على الذهب أو حاجة غير مسبوقة، لا بالعكس، الذهب اتعرض لتصحيحات أعنف من كده بكتير. ما بين 2011 و2015 مثلا الذهب فقد حوالي 45 من قيمته، وعلى مدار 4 سنوات الفرق إن السرعة اللي بيحصل بيها التصحيح دلوقتي أعلى من السرعة اللي حصل بيها قبل كده. النقطة المهمة هنا، التصحيح للسعر بعد الصعود العمودي دي حاجة طبيعية جدا في السوق، وده مش معناه إن السوق انتهى. طب هل الذهب انتهى فعلا؟ الإجابة باختصار لا، اللي بيحصل مش نهاية لدورة الذهب، لكن توقف مؤقت إعادة تسعير بسبب الظروف الاستثنائية. طب إيه اللي يخلينا واثقين في الكلام ده؟ العوامل الأساسية اللي بتدعم الذهب على المدى الطويل لسه موجودة. البنوك المركزية حول العالم بتقلل دلوقتي اعتمادها على الدولار تدريجي، وبتنوع احتياطاتها ما بين ذهب، عملات وأصول تانية. وده مش رأيي أنا لوحدي، لأ، ده طلع في كذا تقرير، منهم تقرير المستثمر العام العالمي لسنة 2026 الصادر عن المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، واختصارها OMFIF، ومقرها لندن، وشمل أكتر من 70 بنك مركزي وعشرات الصناديق السيادية. النقطة التانية، حجم الدين الأمريكي حاليا أكبر بكتير من أي فترة فاتت. اتعرض الذهب لتصحيح مشابه، وده بيحد من قدرة الفدرالي على إبقاء الفايدة مرتفعة لفترة طويلة. رقم 3، الذهب أصلا أصل استراتيجي الدول الكبرى، وعلى رأسهم أمريكا اللي عندهم أكبر احتياطات الذهب في العالم.
مش هتستغنى عنه ببساطة لأنه بيدعم الثقة في نظامها المالي. يعني ببساطة العامل اللي ضغط على الدهب هو توقعات رفع الفايدة، هو نفسه العامل اللي هيرفعه تاني لو اتغير الاتجاه. يعني لو أظهرت المؤشرات اللي استند عليها البنك الفيدرالي الأمريكي موضوع الفايدة، أو معنى أصح المسألة كلها مرتبطة بالبيانات الاقتصادية القادمة، مش قرار نهائي محسوم. طيب مين المستفيد ومين المتضرر من التصحيح ده؟ في نوعين من الناس بتتعامل في موضوع الذهب، المضاربين وصناديق التحوط، ودولت بيدخلوا السوق عشان عائد سريع. لما تظهر أي إشارة رفع الفايدة بينتقلوا من مركزهم بسرعة وبتحولوا للدولار أو السندات، وده جزء من ضغط البيع اللي بيحصل ساعتها. في نوع تاني اللي هم المدخرين الحقيقيين اللي بيشتروا دهب كتحوط وحفظ قيمة المدخرات، مش كصفقة يومية. النوع ده عادة بيبيع إلا للضرورة القصوى، زي ما كل البنوك المركزية بتعمل، مش بتبيع غير في أضيق الحدود. طيب فين الفرصة؟ طب فين الفرصة؟ الفرصة التاريخية دايما بتكون مع اللي بيشتري في مراحل الانخفاض. دايما الشراء على أجزاء من قسط الشراء بتاعنا، مش بنشتري بكل مدخراتنا كلها مرة دفعة واحدة. وآخر حاجة معانا في الفيديو الأسعار بالجنيه المصري. عيار 18 سعر البيع 4885، سعر الشراء 4845. عيار 21 سعر البيع 5700، سعر الشراء 5650. عيار 24 6515، سعر الشراء 6455. ودايما بنفكر ودايما بفكرك إن الأسعار دي أسعار استرشادية، أو معنى أصح هي أسعار بقولها ساعة تسجيل الفيديو بس. هل الأسعار دي هتفضل زي ما هي لو حبيت تنزل تشتري دلوقتي وأنت بتسمع الفيديو؟ أكيد لأ. أسعار الذهب بتطلع وبتتغير على حسب حال السوق. الخلاصة اللي عاوز أقوله لك في الفيديو إن الذهب معدن بيتحرك بمنطق واضح لو فهمته، أو بمعنى صح العوامل أو المحرك اللي بيحرك الذهب هو التضخم، الفايدة على المدى القصير، والثقة في النظام المالي العالمي هو المحرك على المدى الطويل. اللي بيحصل ده مش نهاية القصة، ده فصل تصحيح جديد جوه قصة أطول بكتير. ولازم تعمل حاجة اسمها المتابعة الذكية. المتابعة الذكية مش معنى كده إن أنت تتأثر بكل لحظة وتخش تشوف السعر طلع أو نزل وتبدأ تقلق. معناها إن أنت تفهم القواعد اللي بيتحرك بيها السوق وتاخد قراراتك على أساسها، مش مجرد على السعر بس. في نهاية الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك، تفعل زر الجرس، تعمل لنا لايك. مستنيك في الفيديو الجاي. سلام.